إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. الله أكبر. صل على محمد وعلى آل محمد. صلاة على الله. محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وأطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين أوتوا ولم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف ضربوا لك انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. الله أكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله بفضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة وكسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Müstesna zaman vakitlerinden biri olan Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'i hakkıyla idrak edip müstefid olanlardan eylesin. Ramazan-ı Şerif'in önemli ibadetlerinden biri elbette ki oruçtur. En belirgin vasfıdır. Bunun yanında camilerimizde veyahut ferdi olarak evlerimizde kılmış olduğumuz teravih namazlarımız vardır. Teravih namazı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ramazan gecelerini ihya etmesi için Müslümanların hep birlikte toplu bir şekilde içtimaileşmeye önem vererek camide kılınmasını tavsiye buyurduğu bir namazdır. Bizim Ulu Camimizde de uzun yıllar aşkındır, 50 yıl üzeri bir zaman zarfında camimizde teravih namazlarımız hatimle kılınıyor. Ramazan-ı Şerif'in 30 gün olduğu zamanlarda her gün birer cüz okunuyor namazla birlikte. Diğer zamanlarda ise 29, mesela bu yıl 29 gün çekiyor Ramazan-ı Şerif. Bu yılda yine 30 cüz şeklinde araya yine diğer cüzler de ilave edilerek veyahut 2 gün 1,5'ar cüz okunarak 30 cüz hatim teravih namazında da tamamlanmış oluyor. Camimizde 3 arkadaşımızla birlikte kıldırıyoruz. Bugün 5. gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'in 4. günü, fakat teravih namazı ve mukabelelerimiz bir gün öncesinden başladığı için bugün Allah'a hamdolsun 5. teravihimizi kılmış olduk. Cenab-ı Hak nice uzun seneler teravih namazını cemaatle birlikte kılıp Ramazan-ı Şerif'i idrak edip Ramazan-ı Şerif'ten müstefid olanlardan eylesin bizleri. Sağlık, huzur içerisinde bayrama kavuşmayı cümlemize nasip eylesin. Aşağı yukarı ben 10 yıldır geliyorum. 10 yıl oluyor geleli. Ama daha önceki ben Ulu Cami gördüğüm zaman tılkımdı, dolardı. Yani benim camimiz hakikaten olarak çok güzel bir cami. İmamımız çok güzel bir imam. Üçü birbirinden güzel. Yani gerek ki bu cami Urfa'da bir numara olaydı. Tılkım insan dolaydı. Ya herkese nasip olmayan bir şeydir. Nasip olanlar keyif eder. Yani bugün Urfa'da 3 yerde herhalde oluyor tahminimce. Yani üçü de Urfa'yı kurtartmış oluyor. Çünkü niye? Bugün Hatip'te olan bir yer, yani oraya iblis, kötü bir insan giremez oraya. Sadece Kur'an-ı Kerim okunduğu için Allah-u Teala da bu hediyeyi herkese nasip etmez ve cümlesine nasip olsun inşallah.